يا أهلا بكم مع ملخص جديد من فيلم طياري. قبل ما نبدأ الملخص هفكركم باللايك، واللي لسه ما اشتركش معانا يشترك ويفعل الجرس. الفيلم بيبدأ وتيد بيحكي قصته، وهو وقتها كان لسه شاب صغير وخجول ومش مدردح كفاية. تيد بيحاول يطلب من زميلته إنها تخرج معاه، بس بيضرب لخمة وبيفشل في مهمته. وقتها بتوصل ماري المدرسة، وباين على تيد إنه معجب بيها، بس هو معتقد إن بنت زيها أكيد مش هتبصله. ده غير إنه عرف من صحابه إنها بتخرج مع شاب اسمه ويجي، فبيحس إن مستحيل يقدر يكلمها. وقتها بيعدي أخوها وارن، وده بيكون شاب جميل من ذو الاحتياجات وبيدور على الكورة بتاعته، بس يا عيني العيال بيتنمروا عليه وفي واحد بيمسكه يضربه. فتيد بيجري بشهامة بيحاول يدافع عنه، بس الواد بيزق تيد على الأرض. وبتوصل ماري بسرعة علشان تلحق أخوها، وبتعرف اللي موجودين إن ده يبقى أخوها. وماري بتشكر تيد وكمان بتكون عارفاه وعارفة اسمه، وهو بيتصدم إنها تعرفه. وتيد بينجح إنه يتعرف على ماري وبيتصاحب عليها، وأخوها كمان حبه وبيلعب معاه وبيوصلهم لحد البيت. وهناك ماري بتطلب من تيد إنه يخرج معاها في حفلة التخرج. طبعا تيد بيتصدم تاني وبيبلم لحد ما بيستوعب اللي بيحصل، وطبعا أكيد معروفة إنه هيوافق والفرحة مش بتكون سايعاه. وبيجي اليوم الموعود وتيد بيتشيك وبيلبس أشيك بدلة عنده وبيروح على بيتها. هو بيكون سعيد جدا وهو شايف ماري نازلاله، بس للأسف تيد حظه مش كويس وبيكون جايب هدية لأخوها، وبيلمس ودنه والحركة دي بتضايقه جدا. فبيمسك تيد وبيديله علقة محترمة، وهما بيحاولوا يهدوا وارن لحد ما بيهدى، لكن تيد بيتعور وماري فستانها بيتقطع فبتطلع علشان تظبطه. وقتها تيد بيدخل الحمام علشان يظبط نفسه، وبكمالة حظه الوحش بيتعب جامد وبتيجي الإسعاف تاخده، ويومه اللي كان بيحلم بيه للأسف بيبوظ. بتمر السنين وبيعدي 13 سنة ولسه تيد ما قدرش ينساها ولسه بيحبها، وبيكون عند الدكتور النفسي والدكتور اتخنق منه ومن حكايته مع ماري. بعدها تيد بيكون قاعد مع صاحبه ووج اللي اتعرف عليه من 5 سنين وساعده في علاج مراته، ووج بيحاول انه يهون على صاحبه، وتيد لسه بيحلم انه يقابل ماري ويتجوزها، بس هو ما يعرفش عنها اكتر من انها نقلت للعيشة في ميامي وغير كده ما يعرفش. ووج بيقترح عليه انه يعين محقق خاص يعرف له عنوانها واخر اخبارها. طبعا تيد بيرفض الفكرة، بس ووج بيقنعه بيها، وفعلا تيد بيروح للمحقق الخاص بات. وبات مش مصدق تيد انه بيدور على زميلته من المدرسة اللي بقالها 13 سنة، وحاسس ان الموضوع وراه حاجة تانية، بس في الاخر بيوافق انه يدور له عليها. وبيروح بات على ميامي وبيقابل واحد صاحبه هناك واللي بيعرف منه كمان عنوان ماري. وبات بياخد أدواته في التجسس والتصنت وبيروح على بيتها علشان يراقبها، وبيعرف إنها مش مرتبطة وما عندهاش أطفال، وبتكون عايشة مع جارتها ماجدة وأخوها. وماجدة بتكون ست كبيرة وبيكون عندها جهاز كده بيراقب مكالمات الجيران، وبتقضي اليوم تجسس عليهم. ماري بتنزل من البيت وواضح عليها إنها لطيفة وكل الجيران بيحبوها، وبات وراها بيراقب كل تحركاتها وبيعرف قد إيه ماري حلوة وحبوبة. بعدها ماري بتكون قاعدة مع صحباتها وبتحكي لهم عن مواصفات رجل أحلامها، إنه يكون شغال شغلانة مش بتأيده بمكان، أو يكون مهندس وبيتحرك وبيسافر كتير. وصحباتها بيعرفوها إنها كانت مرتبطة بواحد كويس اسمه بريت، بس هي سابته، وهي بتعرفهم إنها سابته علشان عرفت إنه كان بيعامل أخوها وحش وأخوها ما كانش بيحبه. وبتقول لهم إنها عايزة حد بيعرف يتعامل مع أخوها وما يزهقش منه. طبعا كل ده بات بيكون سامعه. وبيجي الليل ولسه بات بيراقب ماري، وشكله كده أعجب بيها ووقع في حبها. بعدها بات بيرجع يقعد مع تيد ويقوله آخر الأخبار، بس طبعا بات بعد ما أعجب بماري أكيد مش هيقول لتيد على الحقيقة، وبيقوله إنه لقى ماري، بس بيقوله إنها اتغيرت وبقت تخينة جدا، وإنها كمان بقى عندها شوية عيال بالرغم إنها مش متجوزة وإن أخلاقها مش كويسة. فتيد طبعا بيتضايق لما بيسمع منه الكلام ده، وبيروح بيته وبيقضي يومه كله في التفكير وبيتفرج على صورتها اللي لسه محتفظ بيها. وتاني يوم بيروح لبيت وبيعرف هناك إنه استقال ورايح ميامي، وتيد بيعرفه إنه بالرغم من اللي قاله عنها بس هو عايز يزورها. وبات بقى بيسوحه وبيقوله إنها في اليابان، وبيقوله لما ترجع هقولك علشان تزورها، وبيخلع منه. بات بيرجع تاني على ميامي، والمرة دي بيحاول يتعرف على ماري، بس هي مش بتديله وش، لكن هو خلاص دارسها وبيحور عليها، وبيكمل في كتبته وبيسرح بيها وبيقولها إنه شغال مهندس،
وماري بتبدأ تتكلم معاه وتتعرف عليه، وكمان بيقولها إنه بيحب يتعامل مع المعاقين، فهي بتحس إن هو ده فتى أحلامها خلاص وبتتعرف عليه. على الناحية التانية بقى تيد بيساعد واحد من أصحاب الهمم في نقل العفش بتاعه، لدرجة إن ظهره بيتعب وبياخدوه على الدكتور، وهناك بيعرف إن ماري شغالة دكتورة وإن بات كان بيشتغلوا، وتيد بيقرر إنه يروح لميامي علشان يقابلها. ساعتها ماري بتكون في البيت وبتحكي لماجدة عن بات وإنها أعجبت بيه، وماجدة بتقولها سيبيلي الكلب بتاعي وهو هيعرف إذا كان شخص كويس ولا لأ، لو شافه وما عملش معاه مشاكل يبقى شخص كويس. طبعا بات بيكون بره بيتصنت عليهم، فبيعمل خطة وبيدي للكلب دواء مهدئ، والكلب بيبلع الطعم. بات بيدخل وبيقعد مع الكلب، ولما ماري بتشوف الكلب معاه هادي بتطمن وبتعجب بيه أكتر. ساعتها ماري وماجدة بيكونوا في المطبخ وبات مع الكلب، والكلب يا عيني عامل دماغ وبيغمى عليه. بات بيحاول يفوقه بأي طريقة لدرجة إنه كان هيولع فيه، بس بتيجي سليمة والكلب بيفوق وبيكون كويس. بعدها ماري بتاخده على متحف للهندسة علشان تعرفه على واحد صاحبها اسمه تاكر، وأخينا بقى بيتوتر جامد علشان خايف يتكشف، وجوه المتحف ماري بتعرفه على تاكر بيضغط على بات بالأسئلة علشان يتأكد منه إذا كان مهندس ولا لأ، بس تاكر مش بيصدقه وبيحس إنه كداب. على الناحية التانية تيد بيكون في طريقه لميامي، وعشان هو شخص خدوم وبيحب الخير بياخد معاه واحد على سكته علشان يوصله معاه رغم إنه ما يعرفوش، بس الشخص ده بيكون مريب ومعاه شنطة كبيرة. وقتها تيد بينزل من العربية علشان يدخل الحمام، وبيجي البوليس بيقبض عليه، والشخص اللي كان راكب معاه لما بيشوف البوليس بيسيب الشنطة ويهرب. وفي نفس الوقت بات الواطي بيكون مقضي وقت لطيف مع ماري اللي لسه يا عيني مخدوعة فيه ومفكراه توأم روحها. نرجع لتيد وهو في الحبس وشاكين فيه انه قتل واحد بسبب ان هما لقوا جثة في عربيته، والمحقق بيضربه علشان يعترف. تاني يوم بات بيمارس هوايته وبيكون بيتصنت على ماري وهو في الشغل، وبيوصل تاكر وبيقابل ماري وبيعرفها ان الشخص اللي هي معجبة بيه ده شخص كذاب ومش مهندس ولا ليه علاقة بالهندسة اصلا، وبيعرفها انه سأل عليه وعرف انه نصاب. وبات طبعا بيكون سامع كل حاجة وعرف انه انكشف، بس هو مش هيغلب وهيعمل خطة جديدة علشان ينقذ نفسه. في الحبس بقى بيعرفوا ان تيد مظلوم وده سوء تفاهم، بيخرجوه وبيجي وج علشان ياخده ويوصله لميامي، وبيظهر على وج آثار حساسية غريبة. وقتها ماري بتكون في بيتها وبتكون حزينة جدا انها حبت نصاب، وبات بينفذ خطته لأنه عارف الجهاز اللي مع ماجدة، فبيتكلم في التليفون جنبهم وهو عارف إنهم هيسمعوه، وبيقدر إنه يجمل صورته وبيعمل فيها شاب مكافح وإنه كذب عليها عشان كان معجب بيها ومش عارف يكلمها. طبعا ماري زي العبيطة بتصدق وبتسامحه وبترجع تخرج معاه. وأخيرا تيد بيوصل ميامي وبيشوف ماري وهي واقفة مع بات، وبيعرف انه اتغفل واتضحك عليه وبات سرقها منه. ولما بات بيمشي بتشوف تيد وبتعرفه وبتكون لسه فاكراه هي واخوها، والاتنين بيكونوا مبسوطين ان هما شافوا بعض بعد كل السنين دي. واخوها بيجي يسلم عليه وماري بتستغرب لان اخوها مش بيفتكر اي حد، وتيد بيعرفها انه حاول يوصل لها قبل كده بس معرفش، وهي بتعرفه انها غيرت اسمها وارقامها عشان في شاب كانت مرتبطة بيه بيطاردها في كل حتة بتروحها، فهي حبت تهرب منه، والشاب ده اسمه ويجي. وتيد بينجح انه ياخد منها ميعاد علشان يقابلها بالليل، وبالليل تاكر بيروح لماري البيت وبيكذب عليها وبيقول لها ان بات مجرم وقتال قتلة وانه شخص خطر عليها انها تخرج معاه، وهي بتخاف وبتصدقه. وبات بيكون بره في عربيته سامع كل حاجة وبيفضل ماشي ورا تاكر بيراقبه، وبيطلع عليه بيمسكه يديله علقة علشان يعرف هو بيعمل كده ليه. وتاكر بيقوله ان هو بيعمل كده علشان بيحبها، وبيعرفه كمان انه نصاب زيه ومش مهندس هو كمان ولا حاجة، وهو مجرد واحد شغال دليفري وصل لها بيتزا قبل كده، ولما شافها من وقتها وهو معجب بيها وعمل كده علشان يتعرف عليها هو كمان. يعني هما الاتنين مزيفين ونصابين زي بعض. بعدها ماري بتروح لتيد وبتقابله، والاتنين بيقضوا وقت لطيف مع بعض وبيقضوا السهرة كلها سوا وبيتعرفوا على بعض اكتر لانهم زمان ملحقوش يعملوا ده، وبيكتشفوا ان في جوانب مشتركة ما بينهم. والاتنين المزيفين بيتحالفوا على تيد وعايزين يخلعوه علشان يخلالهم الجو معاها، وبيروحوا تحت بيتها بيحدفوا برشام منشط عشان الكلب يبلعه ويهاجم تيد. ولما تيد بيطلع شقة ماري الكلب بتاعها بيهجم عليه وعايز يعضه، تيد بيحاول يهرب منه مش عارف، والكلب مهيبر خالص وبيقع من الشباك، بس جت سليمة ومجرد كسور وهيكون كويس.
وبيخرج تيد مع ماري وبيقضوا أوقات حلوة مع بعض وبيقربوا من بعض أكتر. بعدها ماري بيوصل لها جواب وبتعرف فيه إن تيد أجر بات علشان يراقبها ويتجسس عليها. ماري بتواجه تيد بالكلام بس هو بيحاول يشرح لها إن ده سوء تفاهم وإن هو بس كان عايز يعرف مكانها لأنه مقدرش ينساها طول ال13 سنة. وبياخد بعضه وبيمشي. تيد بيروح لبات علشان مفكره إن هو اللي بعت الجواب وبيضربه وبيتخانق معاه علشان كذب عليه، بس بيعرف ان بات وتاكر هما كمان بيحبوا ماري بس مش هما اللي باعتين الجواب اصلا. وتاكر بيعترف ليهم ان هو اللي قال كلام بالكذب على بريت اللي ماري كانت مصاحباه علشان ماري تسيبه ويخلاله الجو معاها، بس هما جم هنا وبوظوله خطته خالص. تيد بيحس ان في حاجة غلط وبيسيبهم وبيمشي. في الوقت ده بقى ووج بيكون في بيت ماري وشكله تعبان خالص ومش طبيعي، وبنعرف ان هو اللي بعت الجواب بخصوص تيد. وبنعرف كمان ان ووج هو ويجي اللي ماري كانت بتهرب منه وان هو كمان كان مجنون بيها وبيطاردها في كل حتة، ولما بيشوفها جسمه بيقلب حساسية ومش بيكون في حالته الطبيعية. وماري بتحاول تطرده بس هو لازق لها وبيخوفها وهي بتصرخ، والاتنين المزيفين بيكونوا موجودين وبيدخلوا البيت علشان ينقذوها منه. ولما بيدخلوا كل واحد بيعترف على التاني انه مزيف ونصاب وكذبوا علشان يقربوا منها. وقتها بيوصل تيد علشان تكمل الفوضى دي كلها، وماري قربت تتجنن من اللي بيحصل ان الاربعة بيحبوها وهي مش عارفة تختار واحد منهم، بس تيد بيصعبها عليها اكتر وبيتصل ببريت علشان يجيبه وبيزود عدد الاشخاص وبيعرفها ان بريت كان مظلوم وانه بيحب اخوها والكلام اللي وصلها كان كذب. وتيد بيكون الوحيد اللي عايزها تعيش حياة سعيدة حتى لو مش هتكون معاه، بس المهم راحتها هي. وبيستعد علشان يمشي والأول مرة بيقرب من ودن أخوها وأخوها بيسيبه ومش بيتعصب عليه ومعنى كده إنه واثق فيه، وماري أخدت بالها من ده. وقتها تيد بيخرج من عندها وهو حزين وبيعيط، بس ماري بتجري وراه وبتلحقه وبتعرفه إنها هتكون سعيدة معاه وإنها اختارته هو. ولحد هنا بيكون الفيلم خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، واللي لسه ما اشتركش يشترك، واستنونا في الملخص اللي جاي.